الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده معانا فيديو جديد، هو بسيط بس مهم لكل عروسه بتجهز. انا جبت بعض الحاجات الرفايع وكنت حابه اوريها لكم واستخداماتها وايه يعني ايه الميزه فيها وايه العيب اللي انت تحاولي تبعدي عنه وانت بتشتري حاجاتك والتزاماتك في الجهاز بتاعك. هنبدأ أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. دي الفرشة دي اللي هي بندهن بيها يعني مثلا سمنة، بندهن صينية أي حاجة. فهي في منها بيبقى القطعة دي بتدخل في العصايه دي، فدي احسن ان انتوا ما تجيبوهاش، وانا ما بشجعش ان انتوا تجيبوا اللي هي التانية النوع ده احسن، اللي هي كلها على بعضها اهي، كلها لازقه في بعضها، دي احسن وبتبقى عمليه معاكي وبتعيش. التانية دي بتقعد تفك وتبقي عايزه تركبيها وما هياش عمليه خالص. ودي يعني عامله 20 جنيه، هي زي ما انا قلت لكم عامله تقريبا رينج 20 جنيه، مش غاليه وطريه خالص، والشعر بتاعها طري، وديت هتبقى عمليه معاكي، لا هتبوظ ولا يحصل لها اي حاجه. وسعرها مش عالي. تاني حاجه بقى اللي هي المعلقه دي، تمام، دي معلقه السيليكون. انا كنت بشوف معالق كتير اللي هي المسطحه، انا كنت عايزه حاجه يعني غويطه زي كده شويه، دي بتبقى عمليه معاكي قوي، بتقدري ان انت تغرفي بيها، تقلبي بيها كويس. انما المسطحه دي خالص انت مش بتعرفي تغرفي بيها ولا بتعرفي تستخدميها في الغرف. ثانيا لما تيجي تجيبي بقى حاجه سيليكون بحيث ان هي تبقى تخش النار تكون طريه، اهم حاجه المعلقه من قدام تكون طريه. وبعدين ما تسترخصيش، معلش دي ما تسترخصيش فيها، هاتي الحاجه النظيفه بحيث ان هي لو ساحت معاكي هتبقى خلاص ملهاش لازمه وتحتاجي تجيبي تاني. فهي دي انا كنت جايباها عامله 55 جنيه. في معانا برضو ده شفشق، انت هيبان قدامك ان هو شفشق عادي، هتقولي فيها ايه شفشق، بس انا هقول لكم على حاجه كده صغيره. انا جبت شفاشق كتير قوي وكلها كانت بتتكسر، يعني ده شفشق اهو عادي، هو جاي معاه كوبايه كده وكان عرض شفشق ومعاه كوبايه. فهو الشفاشق انا جبت كذا واحد واتكسر. ليه؟ لان انت لما هتجيبي شفشق اهو عشان يعيش معاكي، تجيبي اهم حاجه بصي طري، اهم حاجه وانت بتضغطي عليه كده يكون طري معاكي، ما يكونش ناشف. ليه؟ وقع منك، اتزق من على الرخامه ووقع، ما يقعش بقى يتكسر. الناشف او شوفي ده طري من فوق، الناشف بيقع ويتكسر على طول. ولو حتى هقولك اول استخدام يعني ما بيعيش خالص. دي جاي معاه كوبايه كده بسيطه، وفي حاجات بيجي معاها كوبايتين وثلاثه، بس انا بوريكي في الحته دي مش حكايه شفشق، انما بوريكي تنقيه ازاي. بصي بيتنى معاكي طري، انما الناشف ده لو انت هتجيبيه يعني بلاستيك، انما الناشف ده بصراحه ما بيعيش خالص وبيتكسر على طول، اي حاجه وقع على طول بيتكسر. انا جبت ده اللي هو حافظ الطعام في التلاجة، او ممكن اغطي بيه البطيخ، ده حافظ طعام اهو، بيبقى فيه اكتر من واحده، بتبقى احجام مختلفه زي ما انتم شايفين اهو، اتفرد كده على طبق، على كوبايه، بيستخدم يعني على اي حاجه، في احجام كتير، حجم زي كده، حجم الاكبر، احجام بقى فوق بعضها كده كتير. وده حاجه مثلا لو حله مثلا كبيره حطيتيها في التلاجة، طبق كبير يعني برضو ينفع للطاسات اهو كذا، وبيتغسل سيليكون وقابل للغسيل، يعني انت بتستخدميه مش بقى كيس او كده وبترميه، لا هو كده وبيبقى قابل ان انت تغسليه اكتر من مره. بس طبعا ما تحطيش فيه بقى يعني توم، ما تحطيش فيه توم او كده، الريحه مش هتروح برضو منه. الحاجات اللي انت بتحفظيها كل يوم في التلاجة وبتبقي محتاجه تغطيها. ده كان عامل معايا 25 جنيه، وده كان سعره برضو. وفي كام قطعه عدوا، ادي 1 2 3 4 5 6 قطع، عامل 25 جنيه.
دي بقى طاسه، طاسه ايه لا دي صينيه، معلش. دي صينيه، انا جبتها صينيه اللي هي حديد كده. ليه بقى؟ كان عندي اللي هي بتبقى الميلامين دي، فوقعت واتكسرت واحده والتانيه اتكسرت. طبعا الاولاد اما بيجوا يستخدموها ممكن مثلا تقع منهم او كده، تتغسل مثلا، وقعت مني كده تتكسر. فقلت اجيب الحديد دي عمليه اهي. دي حديد وجميله واستخدامها حلو وما بتبصي معاكي. وكانت الحجم ده عامل معايا 35 جنيه. هي في منها احجام واشكال كتير، يعني في منها مدور، في منها مطول، في منها الحجم ده، وفي الاصغر وفي الاكبر. يعني انا بنصح اي عروسه هتيجي تجيب مجموعه برضو من الصواني دي، هتكون ليها استخدام كويس معاها قوي في البيت، وهتكون يعني عمليه معاها في كل الاستخدامات. تمام. انا جبت بقى الطقم بتاع التلاجة ده، برضو ببقى محتاجة احفظ حاجات في التلاجة، او لو رايحة مشوار مثلا وعايزة اخد اكل اي حاجة، فجبت الطقم ده اهو. في منه بقى يعني هوريكم ده الاول. في منه ده كده اللي هو بكليبسات كده من الجنب اهي، بكليبسات كده. انا جايباه منه كذا حجم اهو. ده اكبر حجم فيه، حلو، بياخد حاجات كتير اهو. ده اكبر حجم فيه، بيتقفل كده بكليبسات من الجنب. عندي بقى احجام بقى اصغر، هو فوق بعضه كده احجام. ده تاني حاجه فيه. بتحفظي بقى فيه اللي انت عايزاه. بيبقى مهم جدا برضو لكل عروسه بتجهز، تبقى محتاجه حاجات زي كده على اساس استخدامها. بتحط حاجات في التلاجة، متبقي عندها شويه رز هتحفظهم في التلاجة. هو ما شاء الله احجام كتير اهو. مثلا حجم زي ده، زي اللي انا بفتحه ده، زي ده، ممكن تلاقي نفسك بتحطي فيه جبنه مثلا، يعني محتاجه تحطي فيه مثلا قطعه جبنه هتحفظيها او كده. بيحافظ على الاكل كده. حاجه زي كده، ممكن تحطي فيه مثلا مخلل، على حسب استخدام. بصي الصغنونه دي اصغر واحده اهي، ممكن تحطي فيه ممكن مثلا مخلل او حاجه زي كده اهو. فهو معايا اهوت كذا قطعه اهو. 1 2 3 4 5 5 قطع. كان عامل معايا دوت الطقم ده، كان عامل 75 جنيه. وعلى فكرة البلاستيك بتاعه حلو قوي. هوريكم برضو واحد عندي تاني بس مش بيتقفل، فكرة الكليبس كده اللي من الجنب بيتقفل لتحت. هوريكم بس هو يعني عندي قديم من قبل كده، بس هجيبه برضو اوريكم شكله اهو. بصي يا حبايب قلبي ده اهو. نفس الفكرة برضو، بس قفلته يعني اهي بطريقة تانية. دي لفوق كده، بتقفل كده لفوق. ده لا، بتحطيها كده تقفل كده الجنب كده، تقفل كده. دي بتبقى الاحكام بتاعه. عندي منها برضو الحجم الاصغر اهي، زي كده اهي، تحط كده اهي، ويتقفل اتقفل هنا من الجنب اهو. تبقى دي نظام القفل بتاعه اللي هو من الجنب. الكاوتش اللي من الجنب ده هو اللي بيخلي الاحكام اهو، اللي بيخلي فيه احكام في الغلق. الكاوتشايه دي هوريها لكم من جوه. شايفه دي الكاوتش ده هو اللي بيعمل احكام في الغلق. يعني مثلا لو حاجه فيها شويه ميه او كده ما تنزلش، ما توقعش يعني. بس بصراحه انا ما لقيتش ده دلوقتي، ما لقيتش اللي هو الاحكام بتاعه لتحت، فقلت اجيب ده برضو حلو مش بطال. بس طبعا التاني لو انت لقيتي عروسه حاجه زي كده برضو يبقى جميل جدا. عندك النوعين ده،
ده او ده هيبقوا الاتنين كويسين معاكم. ويا رب اكون فدتكم النهارده في الفيديو ده، وان شاء الله يعجبكم. قولوا لي برضو لو عايزين تعرفوا اي حاجه تانية في الكومنتات. باي باي.